السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي. انا ياسمين ودي قناتي، وفيديو جديد ويوم جديد. والنهارده هنعمل مع بعض السابليه. السابليه من الانواع بتاعه النواعم الفاخره جدا اللي غاليه جدا جدا، ونسمع فيها ارقام خياليه. المقادير بتاعتنا النهارده سهله وبسيطه. تعالوا مع بعض نشوف المقادير بتاعتنا عباره عن ايه. معايا 125 جرام من السكر البودرة، و250 جرام من الزبدة بحرارة المطبخ، ومعايا 375 جرام من الدقيق المنخول عليه رشة ملح، وبيضة، وكيس من الفانيليا. زي ما انتوا شايفين معايا كده، مقادير سهلة وبسيطة. اول حاجة هنعملها هنجيب العجان بتاعنا او المضرب الكهرباء، ونبدأ ان احنا نحط اول حاجة كده عندنا الزبدة. طبعا الزبدة عشان احنا في الشتاء هنستخدمها بدرجة حرارة المطبخ، انما لو في الصيف نحطها في التلاجة شوية. وهنضيف عليها طبعا السكر البودرة 125 جرام، وهننخلهم في المصفى بتاعتنا الضيقة جدا، علشان انا عايزة السكر ما يكونش فيه اي حبوب. بعد كده هنشغل العجان بتاعنا على السرعة الهادية، وبعد كده نزود السرعة ونبدأ ان احنا نضرب كويس جدا السكر مع الزبدة. طبعا الخطوة دي مهمة جدا، ولازم نضربهم كويس جدا جدا لغاية لما الاقي عندي الخليط لونه افتح، وكمان القوام بتاعه اختلف ونفش كده معايا. طبعا الكمية بتاعتنا بسيطة جدا، بس عايزة اقول لكم ان هي تعمل لنا كمية حلوة من السابليه. لو انتوا حابين تضاعفوا الكمية هتضاعفوا الكمية عادي. يعني بدل 125 جرام من السكر البودرة هتبدأوا ان انتوا تحطوا 250 جرام. بدل 250 جرام من الزبدة هتبدأوا تحطوا 500 جرام من الزبدة، وهكذا. 375 جرام من الدقيق هتبدأوا ان انتوا تضيفوا 750 جرام من الدقيق. بدل بيضة واحدة هيبقوا بيضتين كبار، وكيسين من الفانيليا. دي المقادير بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين معايا كده. بعد بقى ما ضربت الزبدة عندي والسكر كويس جدا، بدأت ان انا اضيف البيضة بالشكل ده كده، وهنزل عليها بكيس الفانيليا، وهنضرب برضو كويس جدا لغاية ما الاقي برضو القوام بتاعها اختلف والبيضة عندي اختفت تماما. وبعد كده نبدأ ان احنا نضيف عليه الدقيق المنخول ورشة الملح. المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة، قلتها لكم بمقدارين، المقدار الصغير والمقدار الكبير، وهكذا لو حابين ان انتوا تضاعفوا الكمية على مرتين او على 3 مرات. بصراحة المقادير دي مظبوطة جدا جدا، وعايزة اقول لكم ان دي خبرة يا جماعة سنين. عايزة اقول لكم ان انا جربت وصفات كتير جدا جدا، كان ساعات السابليه معايا ينفش، ساعات يطلع طعمه مش كويس. بصراحة الطرق اللي انا جربتها دي خلاصة سنين. يعني عايزة اقول لكم جربوها، بس امشوا بالمقادير مظبوط. وعايزة اقول لكم كمان ان السابليه والبوتيفور والبسكوت لازم لازم يا جماعة ميزان. فعشان كده الميزان سعره مش غالي قوي، اللي هو الميزان اللي هو الصغير ده اللي هو الرقمي، بنشتريه وبيكون موجود عندنا على طول. توزنوا عليه كل مقادير الحلويات بتطلع مظبوطة جدا بالميزان زي ما انتوا شايفين معايا. بعد كده بقى بدأت ان انا اشيل الخليط عندي بتاع السكر والزبدة والبيض اللي انا جهزته، واضيف عليه الدقيق بالشكل ده كده. الدقيق طبعا عديته على مصفى كده زي ما احنا شايفين. كل الحاجات بتاعه العيد بتاعتي لازم انخل الدقيق كويس جدا، اولا عشان يدخل له هوا، ثانيا عشان لو في اي حاجه ابقى انا كده مطمنه. طبعا منساش ان انا اضيف رشه الملح بتاعتي على الدقيق، ودي متفقين عليها في كل الحلويات بتاعتنا، سواء بنعمل كيك بنعمل اي حلويات لازم رشه الدقيق. طبعا جهزت عندي بقى السابليه بالشكل ده كده، وقلبته مش كتير، يا دوب بس الدقيق عندي اختفى والعجينه اتلمت معايا بالشكل ده كده. عايزه اوريكم ملمسها، شوفوا يا جماعه عامله ازاي، طريه جدا جدا بالشكل ده كده. هو ده القوام اللي انا عايزاه، وما زودش مقدار الدقيق خالص. يعني ممكن بس لو العجين معاكي اختلف وحسيتي ان هو ناعم قوي تضيفي معلقتين دقيق بالكتير لغايه ما العجينه معاكي تبقى مظبوطه. جهزت بقى عندي الاشكال طبعا دي او القوالب اللي انا هظبط فيها السابليه بتاعي، بتتباع طبعا موجوده جدا في محلات مستلزمات الحلويات بكتره، يعني متوفره، بتكون حلوه جدا جدا. وجهزت كمان عندي الاشكال دي اللي انتوا شايفينها معايا، عشان هعمل سابليه بنوعين. اول نوع زي ما احنا شايفين مع بعض هنعمل النوع اللي هو بفرده كده بالنشابه، وابدا ان انا اعمل اشكال بالسابليه بتاعي. طبعا رشه دقيق بقى من تحت كده ورشه دقيق من فوق، وبدات ان انا افرد السابليه بتاعي بالشكل ده كده.
علشان ابدأ ان انا اقطع السابليه بتاعي على اشكال. عندنا اشكال برضو، الحاجات دي موجودة في محلات مستلزمات الحلويات، القلب والوردة والدايرة والمربع. بالنسبة للشكل المدور جبت القمع كده بتاعي اللي هو بتاع البتفور العادي، بدأت ان انا استخدم القمع من الناحية التانية علشان اقطع دواير كده بالشكل ده بطرف السكينة. وبدأت ان انا اشيل الاشكال بتاعتي اللي انا قطعتها بالشكل ده كده واحطها عندي على الصينية. الصينية عندي مش مدهونة اي حاجة، وعايزة اقول لكم يا جماعة ان انا في كل الوصفات بتاعة العيد بتاعتي ما دهنتش الصواني خالص. كل الوصفات بتاعتي فيها كمية سمنة وزبدة محترمة جدا، مش محتاجة ان انا ادهن الصواني بتاعتي باي مادة دهنية. طبعا زي ما انتم شايفين معايا بكل سهولة وبالراحة جدا. والعجينة بتاعتي السابليه السمك بتاعها عايزة اقول لكم ان هو يعني لا رقيق قوي ولا سميك قوي، زي ما انتم شايفين معايا كده. يعني تقريبا كده كام سنتي كده صغيرين، علشان انا هحط الطبقات بتاعتي فوق بعض. يعني انا مثلا بعمل من كل شكل 2 مربعين، دايرتين، وردتين. يعني مثلا انا عملت 10 وردات، اعمل زيهم 10 وردات علشان هيبقوا 2 فوق بعض. لو انتوا عايزين تعملوا طبقة السابليه دي واحدة بس، تقدروا ان انتوا تعملوها سميكة وتبدأوا ان انتوا تغطسوها في الشوكولاتة مرة واحدة، وما تعملوش طبقتين على بعض. طبعا حرية الاختيار ليكوا، ودي بتبقى اذواق. انا بالنسبة لي بحب ان انا السابليه اعمله طبقتين والزقهم في بعض بمربى او بشوكولاتة زي ما بنحب، وببدأ ان انا برضو اغطسه في الشوكولاتة زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا العجينة بتاعتي لما باجي بيتبقى مني حتة واجي افردها علشان اشكلها، ما بعجنش فيها تاني، بحطها زي ما هي وببدأ افردها على طول. ده ليه؟ عشان مش عايزة البسكوتة معايا تنشف وتعضم زي ما بيقولوا. بحب البسكوتة عندي تبقى طرية، فعشان كده السابليه ما يتعجنش كتير. علشان نشكله تاني نلم بس كده ونبدأ ان احنا نفرد تاني ونقطع العجينة بتاعتنا بالاشكال. وزي ما انتوا شايفين معايا كده بدهن برضو النشابة عندي بالدقيق علشان ما تلزقش معايا في العجين. وببدأ بقى ان انا اكرر الخطوة دي كذا مرة لغاية ما اخلص الاشكال بتاعتي كلها. عملنا ورد، عملنا قلوب، عملنا دواير، عملنا كل الاشكال المتاحة عندنا. لو مفيش عندنا قطعات خالص ممكن بكوباية صغيرة نعمل اشكال على شكل وردة كده، يعني نقلب الكوباية كده ونقطع على شكل دايرة، معلش اسفة، على شكل دواير كده. ما توقفيش نفسك خالص، اي حاجة متاحة عندك اشتغلي بيها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اخلص بقى كل الاشكال بتاعتي دي وكل العجينة اللي عندي، وكده نكون خلصنا السابليه بتاعنا وواقف على الخبيز. هنخبزه على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، وما بيقعدش كتير برضو، من 10 ل 15 دقيقة. يدوب بس الاقي كده ان السابليه بتاعي دخل في التسوية. وطبعا بيكون لونه ابيض يا جماعة، ما بيكونش لونه احمر ولا محروق. يعني بصوا هوريكم التسوية بتاعته المظبوطة بالظبط. كده الصاج بتاعنا جاهز. هعمل صاج كمان وهدخلهم الفرن، وتعالوا نشوف مع بعض بعد التسوية بقى شكله عامل ازاي. وكده خلصت كل السابليه بتاعي. عملت صاج من السابليه بالنوع اللي انتوا شايفينه ده اللي انا قطعته بالقطعات، والنوع التاني عملته بالقوالب. طبعا سهل جدا وبسيط. بنجيب قطعة من العجين صغيرة، وبعد كده نغرز بقى السابليه بتاعنا بالشوكة بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وندخله الفرن. بيخرج من الفرن زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. يا دوب بقلب القالب بتاعي كده على الناحية التانية بلاقي السابليه نزل بكل سهولة. دي التسوية المظبوطة بتاعت السابليه، اللون اللي انتوا شايفينه الذهبي الجميل ده. وبكده يكون السابليه بتاعنا جاهز على التزيين. بسيبه بقى عندي على الصاج كده يبرد تماما، وبعدين نزين السابليه بتاعنا ونقدر ان احنا نحتفظ بيه في علبة ممكن لتاني يوم ونزينه، مفيش اي مشكلة خالص. دي كل كمية السابليه بتاعتي اللي هي في القوالب بس. جبت عندي جزء من الشوكولاته البيضاء زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وقطعتها كده قطع صغيره، وهبدا ان انا احطها في طبق وعليها شويه من الزيت صغيرين، قيمه معلقه كبيره من الزيت، وهدخلها عندي الميكروويف او نبدا ان احنا نسيحها على حمام ميه. بعد كده جهزت عندي بقى التزيين بتاعي. جبت فول سوداني زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وكريز احمر. والحقيقه كنت عايزه اجيب كريز اخضر بس ما لقيتش متوفر في محل مستلزمات الحلويات، فقلت مش مشكله. جبت عندي برضو كده شويه من شوكولاته
شوكولات شيبس، جبت عندي كمان بندق مبشور بالشكل ده، وكمان جوز هند بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. تقدروا تزينوا بمكسرات باي حاجة متوفرة عندكم، مفيش اي مشكلة. برضو ما نسيتش معايا مربى الحليب علشان هزين بمربى الحليب جزء من السابليه. طبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض، دي كل الحاجات اللي انا هزين بيها. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنزين السابليه بتاعنا ازاي. اول جزء زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنبدأ نزينه بالشوكولاتة البيضاء بعد ما سيحتها في الميكروويف بالشكل ده كده، وبدأنا ان احنا نقلبها كويس جدا. جبت السابليه بتاعي اللي هو بالشكل الجميل ده كده اللي احنا عملناه في القوالب. هبدأ بقى ان انا انزل في كل واحدة من السابليهات بتاعتي دي بالشوكولاتة البيضاء. طبعا انا قسمت جزء هعمله بالشوكولاتة البيضاء، وجزء بالشوكولاتة بالحليب، وجزء بمربى الحليب. يعني قسمت السابليه بتاعي على 3 اجزاء زي ما احنا شايفين كده مع بعض. انا هنزل بالشوكولاتة وهمسة هتنزل بالتزيين. طبعا اول حاجة بدأت همسة تزين بالشوكليت شيبس زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. وكمان عايزه اقول لكم ان في شوكليت شيبس ابيض، يعني تقدروا ان انتوا تجيبوا ابيض او تجيبوا الدارك اللي هو الشوكولاته الغامقه براحتكم خالص. وبدات بقى ان انا تاني واحده كده همسه تزينها بالكريز. وطبعا ليكوا بقى الحريه المطلقه بتاعتكم تزينوا اي حاجه انتوا بتحبوها. بدات برضو تالت شكل تعمله بالبندق المبشور بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. طبعا بنحط كميه شوكولاته كده حلوه في قلب السابليه بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. نقدر بقى ان احنا نزينه بحاجات كتير جدا. يعني في ناس بتزينه بالجناش بتاع الشوكولاتة الابيض او بالجناش الشوكولاتة الغامق. في ناس بتاخد جناش الشوكولاتة بعد ما تعمله جناش ويبرد تبدأ ان هي تضيف له اطعمة زي طعم مثلا اللوتس، او زي طعم البيستاشيو، او زي طعم التوت، او زي طعم الكريز اللي هي الصوصات اللي بتكون جاهزة. طبعا كل الحاجات دي متوفرة وتقدروا ان انتوا تستخدموها في تزيين السابليه. بس انا بصراحة بستسهل شوية، والولاد عندي بيحبوا السابليهات بالثلاث اطعمة دول اللي هم الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة بالحليب وكمان مربى الحليب. فانا بعمله لهم وهم متعودين عليه وبيحبوه جدا. ما بحبش اغير في الوصفات بتاعتي لان بصراحة خايف ان هو ما يعجبهمش. زي ما احنا شايفين مع بعض همسة بقى بدأت ان هي تزين كل السابليهات بتاعتنا بالشكل ده كده. وعايزه اقول لكم ان السابليه بيتباع كده في محل الحلويات بنفس الطريقه بتاعتنا. بس بالعكس كمان هم مش بيضيفوا الاضافات دي. يعني هم ممكن يحطوا جزء من عين الجمل قطعه كده صغيره، او لوزه، او بندقه، او فستقه، او قطعه كاجو. يعني بصوا بيحطوا حاجات بسيطه جدا. احنا بقى عشان بنعمل الحاجه في البيت فبنحب ان احنا نبحبح ايدينا شويه، وزي ما انتم شايفين كده بنحط شوية حاجات كتار يعني. عايزة اقول لكم كمان ان همسة كانت بتزين بجوز الهند، بتحط جوز هند كده وكمان بتحط عليه اللي هو قطعة الشوكولات شيبس كده في النص، فادت شكل جميل جدا. وهخلص بقى كل الكمية بتاعت السابليه. عايزة اقول لكم ان دي كل الكمية بتاعت الشوكولاتة البيضاء زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وهسيبها بقى ان هي طبعا احنا في البرد، فالشوكولاته بتاعتنا دي هتجمد بسرعه جدا. لو مستعجلين عليه وعايزينه يجمد بسرعه نحطه دقيقتين 3 في الفريزر بسرعه جدا ونشيله تاني ونبدا ان احنا نعبيه في العلب بتاعتنا. بالنسبه للسابليه بتاعنا اللي على اشكال اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده كده، بدات ان انا اجيب كل قطعتين والزقهم مع بعض بالمربى، وبعد كده نزلت بيهم في الشوكولاته البيضاء بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل عليه بخطوط من الشوكولاته بالحليب زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. عايزه اقول لكم ان احنا ننزل بالخطوط دي والشوكولاته البيضه تكون لسه ما جمدتش يا جماعه علشان يطلع عندنا السابليه مظبوط. لان لو نزلنا بخطوط الشوكولاته بعد ما الشوكولاته البيضه تجمد هنلاقي الخطوط دي جمدت ووقعت على طول، مش هتثبت على السابليه بتاعنا. فلازم نزين الخطوط ويكون لسه الشوكولاته بتاعتنا لسه ما جمدتش. بعد كده هبدأ ان انا اسيح عندي برضو كمية من الشوكولاتة اللي هي بالحليب. برضو جبت كده قطع الشوكولاتة قطعتها قطع صغيرة عليها معلقة كبيرة من الزيت، سيحتها في الميكروويف. وتقدري برضو تعمليها على حمام مية لو مفيش عندك ميكروويف. بعد كده بدأت اعمل نفس اللي عملته مع الشوكولاتة البيضة. بدأت ان انا اجيب الشوكولاتة بتاعتي وانزل بيها بالشكل ده كده على الاشكال بتاعت السابليه اللي هي بحبها جدا، اللي بعشقها بصراحة. بتكون شكل وطعم مبهر جدا، وطبعا بتكون مشرفة جدا قدام ضيوفك، ومن انواع الفاخرة جدا للسابليه.
طبعا التزيين بتاعنا بسيط جدا، في طبعا تزيينات افضل من كده وافخم من كده، بس انا بالنسبه لي عشان انا اللي عاملاه بيكون بالنسبه لي يعني احلى سابليه في عناية يعني بصراحه. زي ما انتوا شايفين كده بدأت بقى ان انا ازين برضو بالكريز وشوكليت شيبس وشوية من الجوز الهند وشوية كده من البندق، وكمان عندنا برضو الفول السوداني بالشكل ده كده بصراحة. يعني ما اثرش خالص معانا الفول السوداني في حاجة، مش هنجيب بقى ولا لوز ولا فستق ولا الكلام ده. الحاجات دي بقت غالية جدا جدا طبعا، والناس اللي تقدر يعني بيكون طبعا افضل واحسن، بس احنا بالنسبة لنا بنعمل حاجات اقتصادية. زي ما انتوا شايفين كده سبت بقى السابليه بتاعي لما جمد والشوكولاته مسكت نفسها كده بالشكل ده، وبدات بقى ان انا اعبيه في العلبه بتاعتي بالشكل ده كده، واحتفظ بيه لغايه ان شاء الله باذن الله في العيد. بالنسبه لمربى الحليب، اخر حاجه هزين بيها هي مربى الحليب. جبت عندي السابليه بتاعي الاول دهنته كده بالشوكولاته البيضه والغامقه، عملت طبقه كده عازله بين السابليه وبين مربى الحليب عشان المربى الحليب عندي بتطري السابليه معايا. فانا بدات ابطن كده من تحت بالشوكولاته البيضه والشوكولاته الغامقه بالشكل ده. نقدر نعملها بشوكولاته بيضه كلها او بشوكولاته حليب، مش مشكله اي نوع شوكولاته يعني. بس انا الحقيقه حبيت اعمل نص شوكولاته بيضه ونص شوكولاته بالحليب. جبت عندي معلقتين كده كبار من مربى الحليب، بدات اقلبهم كده في طبق صغير عندي علشان اقدر ان انا احطها بقى في القمع بتاعي وابدا ان انا ازين بيها. طبعا نقدر نستخدم اي قمع عندنا في يعني في اكياس كتير بتتباع اللي هو الكيس استخدام المره الواحده. تقدري ان انت الاقماع السيليكون دي برضو متوفره في السوق، يعني متاحه جدا. بالنسبه للبلبله استخدمت بلبله البيتيفور اللي انا وريتها لكم في الفيديو، اصغر حجم منها علشان انا عايزه الوردات بتاعتي تكون صغيره ما تكونش كبيره. في كمان برضو اقماع تانية بيبقى قمع النجمه، القمع اللي هو الملفوف. تقدري تجيبي اي قمع بتحبي شكله، في اشكال كتير جدا في محلات مستلزمات الحلويات. انا طبعا استخدمت القمع المتوفر عندي اللي هو قمع البيتيفور العادي الصغير ده او قمع الكريمه، وبدات بقى ان انا انزل بيه كده زي ما احنا شايفين، يا دوب بضغط بس ضغطه صغيره كده تنزل معايا الوردات بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. طبعا الكمية عندي ما كفتش، بدأت برضو ان انا اجيب معلقتين تانيين او معلقة كمان كفاية، لان عندي الكمية اللي عندي يعني مش كتيرة. فبدأت ان انا اجيب شوية كده برضو من مربى الحليب واحطهم في القمع عندي، وبدأت بقى ان انا اكمل الكمية بتاعتي. هنزين بايه؟ هنزين بكريز، بفول سوداني، شوكليت شيبس، ببندق، كمان في اللولي البامبا ده انا لقيته موجود عندي فقلت هزين بيه برضو، شكله حلو جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بالنسبة للسابليه بتاع مربى الحليب، عايزة اقول لكم ان انا ولادي بيعشقوه بجد، حرفيا بيعشقوا السابليه بتاع مربى الحليب ده. فانا يعني ما اقدرش ان انا اعمل سابليه وما اعمل لهمش السابليه اللي بالمربى الحليب، لان بصراحة طعمها حلو جدا جدا. بس مش بكتر مربى الحليب فيها لان هي مسكرة شوية، فاحنا بنعمل كده يعني ايه وردات كده صغيرة علشان برضو واحنا بناكلها يعني ايه نفسنا ما تجزعش كده، لان زي ما قلت لكم هي مسكرة. فزي ما احنا شايفين كده حاطين برضو شوكولاتات وكريزات وحاجات علشان ايه السكر يعني ما يبقاش زيادة علينا كده واحنا بناكلها. خلصت التابليه بتاعي، هاخده زي ما هو كده هحطه في التلاجة يعني ممكن نص ساعة علشان بس مربى الحليب تشد معايا، وابدأ ان انا احتفظ بيه في العلبة ما يلزقش على بعضه، لان زي ما احنا عارفين مربى الحليب بتكون طرية شوية، عايزاها بس تجمد شوية وبعدين احتفظ بيه في العلبة بتاعتي. زينت هنا السابليه جزء من السابليه بالشوكولاتة البيضة زي ما شفتوا معايا، وجزء بالشوكولاتة اللي بالحليب، وبرده خططته كده بالشوكولاته البيضه زي ما احنا شايفين مع بعض، وبرده ملزقاه بالمربى، كل قطعتين لزقتهم بالمربى، وبدات ان انا اغطسهم في الشوكولاته بالحليب وانزل عليهم بالخطوط، والشوكولاته تكون يا جماعه طريه علشان الخطوط بتاعه الشوكولاته تثبت معايا. وزي ما شفنا مع بعض انا احتفظت بيه في علبه كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وبين كل طبقة وطبقة من السابليه حطيت كيس بلاستيك من أكياس التلاجة بتاعتنا علشان طبعا ما يطبعوش على بعض. لما هنكون بنحتفظ بحاجة فيها شوكولاتة وهنحطهم ونرصهم فوق بعض، لازم نحط كيس بلاستيك كده عازل علشان ما يطبعوش على بعض.
وهكذا برضو في الغريبة. عايزة اقول لكم ان انا لما احتفظت بالغريبة عندي في العلبة بدأت ان انا بين كل طبقة وطبقة ارص كده، احط بينهم كيس بلاستيك، لان الغريبة برضو من الانواع اللي بتبصم وممكن يطبقوا على بعض وتبقى شكلها مش حلو. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ده كده السابليه بتاعنا وعملناه بكذا طريقة مع بعض. كده يكون الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بشيء بسيط. النهاردة عملنا مع بعض السابليه بأسهل طريقة وكمان بأشكال حلوة جدا. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، لسه لنا باقي وصفات هنكملها مع بعض. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص. استنوني ان شاء الله بإذن الله في يوم جديد وفيديو جديد، واشوفكم على خير ومع ألف سلامة.